الا حيدتي التعلق من حياتك، حيدتي العكوس، حيدتي الفشل، حيدتي المرض، حيدتي الكآبة، حيدتي النحس، كلشي غيتحيد من حياتك سلبي الا حيدتي من حياتك التعلق. هادشي كنقول لكم عن التجربه ديالي. شنو هو التعلق وعلاش كنطيحوا في التعلق؟ غندوي على القصه ديالي، وحتى نتوما متاكده شحال من وحده غتكون بحالي، وغنوريك كيفاش انا طحت في التعلق وكيفاش خرجت منه وكيفاش هادشي خلى حياتي ترجع بواحد الطريقه غريبه ما عمري كنصحها وغادي تكون شي نهار حياتي هكا. اول حاجه كيفاش حتى انا ولا عندي تعلق بهاد الاشخاص. اول حاجه انت كتعيشي في حياتك واحد الفتره اللي تيكون فيها مشاكل بزاف، وكتولي حزينه بزاف لدرجه انه ما كتبقى تحسي بوالو. يعني كتبقى عندك حزن، كآبة، تا والاكتئاب. واحد الدرجه من الاكتئاب، يعني من اكبر الدرجات في الاكتئاب، انه كتولي الانسان ما كيحس بوالو. حتى الحزن ما كتحسيش به، يعني واخا بنادم ما عرفتش يعايرك مع شنو مشاكل الله يسيطر ما كتبقى تحسي بوالو. ملي كنت اولا اي وحده كدوز من ديك المرحله كتولي حياتها فيها فراغ. فجاه تيجي واحد الشخص لحياتك، سواء كان ولد ولا بنت على حسب انت شكون. احنا غنقولوا واحد الشخص فيها ذكر وانثى. كيدخل واحد الشخص لحياتك، هذاك الشخص كيخليك تحسي بشي حاجه، ممكن يخليك تحسي بسعاده، يعني كتولي تجربي تجارب جداد، كيدخل بواحد الفايب جديد لحياتك، كيولي عندك معنى لحياتك، كيولي عندك شي حد كيتسناك، شي حد مسوق ليك، شي حد كيهضر معاك. او لا ممكن يكون حتى سلبي، ممكن واحد الانسان كيولي يعصبك، واحد الانسان كيستفزك، واحد الانسان كيضرك. المهم كيخليك تحسي بشي حاجه. والمشكل انه العقل ديالنا كيتعلق باي حاجه الا الفراغ. يعني الحاجه كانت سلبيه ولا ايجابيه غيفضلها على الفراغ. يعني عقلك هذاك الانسان سواء دخل لحياتك بواحد الاحاسيس ايجابيه غيتعلق به حيتاش اخيرا لقى شي حاجه يحس بها ما باغيش يفرط فيها، ولا كانت سلبيه عاوتاني كيقول اخيرا لقيت شي حاجه نشد فيها ما نقدرش نفرط فيها، اللهم هكا. ولا الفراغ، حيت الفراغ ما عمره غيتبدل، اما هذا الانسان يقدر يتبدل واحد النهار يولي مزيان. المهم غيتعلق به. وهادشي اللي كان طرا ليا. شنو المشكل في هذا الشيء؟ انك كتقول انا هاد الاحاسيس مثلا شي وحده كانت عايشه حياتها ممله، فجاه دخل شي شخص لحياتها، ولات كتخرج، ولات كدور، ولات كتمشي شي بلايص ما عمرها كانت كتقول غتمشي ليهم، كتجرب شي تجارب في شكال، كتهضر مع ناس في شكال، كتمشي لبلايص، كتاكل ماكله، كدير ما اشنو كتقول لي في راسها؟ هاد الانسان دخل حياتي، عطاني، دورني، خرجني، دار ليا، فعل ليا. والله كيشوفك بحال ماشي انتي ربي كاتب لك هاد الشيء، بحال ماشي الفرص لا متناهيه في هاد الحياه، بحال ماشي الخير لا متناهي في هاد الحياه، بحال ماشي الفرص لا متناهيه، بحال ماشي الاسباب لا متناهيه، داك غا سبب. ربي لا كاتب لك تاكلي حاجه غتاكليها، هذاك غا سبه. لا كاتب لك تسافري راه غتسافري، يعني راه ربي غناك، راه غناك حيت مكتاب لك تغناي بهذاك السبب، ولا بلا بيه انت غتغناي في هذاك الوقت، في هذيك البلاصه، في هذاك الزمان. غير شوف الاسباب، وهذاك جات فيه هو يكون سبب، حيت شوف ترقم تلاقاو باش تتي تكوني سبب لي في حاجه وهي غدا هكا. لكن هما البنات شي يمشيو يديروا تتعلقوا بالشخص، ما تتعلقوش برب هذاك الشخص. تتقول خلعني راسي فاش قلت هاد الجمله، يعني ما عرفتش علاش، فاش تتقول هذا هو دار ليا، هو فعل ليا، هذا الانسان منه الخلاق. صافي انا الدريه صاحبتي كنخرج معاها، كندور، كندير، كنفعل، كنتراك. الا ما كانتش معايا انا هكا كنت كنفكر في اي بزاف الناس في حياتي، الا ما كانش معايا هذا الشخص راه ما عمري غنقدر نضحك، الا ما خرجتش مع هذا الانسان ولا هذه الانسانه راه ما غنستمتعش في الخرجه ديالي، الا ما سافرتش معاهم ما غنستمتعش في السفر ديالي، الا حياتي هما ما فيهاش حياتي ما غيكونش عندها معنى. بحال هما اللي عطاو حياتك معنى ماشي الله. المهم هنا كتعلقي بهم، كتصحابي حياتك عندها معنى غير حتى هاد الناس فيهم. اشنو كيطرا؟ راه ربي كيديهم، ربي لا بغاك راه كيدي هادوك الناس، راه ما كيبقاوش. اللي كتعلقي بها كتمشي ما كتبقاش، لان الله كيبغينا وكيغير علينا. تخيلي انت مثلا شي وحده صاحبتك كتبغيها عزيزه عليك، واحد النهار لقيتيها انت ديك صاحبتك ما خليتي ما درتي عليها، مضحيتي بكل شيء عليها وكتبغيها، واحد النهار لقيتيها كتبغي وحده اخرى، غتبقى يعجبك الحال؟ كتبغي وحده، كتبغي واحد صاحبتها اخرى اكثر منك، هذيك هي البيست فريند ديالها ماشي انت، ما يعجبكش الحال. وانت عارفه هذيك الاخرى غير ما ضر لها، انت اللي خير لها، ما يعجبكش الحال. ودرا حنا غا بشر، حاشا لله واش نقول نمثلوا بينا حنا، يعني الله ما يعجبوش الحال في هادشي هذا. اشنو غيدير لك؟ حيت هو كيبغيك كيحيدهم لك من حياتك، وانت كتمرضي تقولي لا ولدي، واو هاد الناس او ماي جاد.
كات رجعي لله، رجعي لانه كلشي جاي من عند الله. هادشي اللي كان طرا ليا انا، بقيت كنقول لا، وهاد الناس ملي غيخرجوا من حياتي اش غندير؟ خرجوا من حياتي، واراك البكا واراك الحزن واراك اشنو غدير؟ غتعيشي بزمنك. يلا دوك الناس كنتي تخرجي معاهم كنتيش تخرجي معاهم، يلا خرجي لراسك. من اول مره خرجت مع راسي تصدمت انه في الخرجه مع راسي احسن من الخرجه معاهم. هاد الناس كنتي تاكلي معاهم، يلا سيري خرجي كلي لراسك. من اول مره اكتشفت انه ناكل مع راسي احسن ما ناكل معاهم. انا ممتعه ليا، انا ماي بيست فريند، انا كنخرج مع راسي كنشطني. انا راه تشوفيني في المول، تشوفيني كدا كنخرج لراسي، راه 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 تشوفيني غتبان لك واحد البنت غاده بحال هكا وكتمشى بحال كتشطح، هي كتمشى ولكن كتبان لك رجليها كضرب بهم هكا، ويدها كدير بهم بحال هكا، ولا تبان لك كدندن على راسها، ولا تبان لك مبتسمه غير راسها غاده في الطريق ومبتسمه. شويه كتبان لك كتدخل المحل كدور كتسارى كتشوف الدراري الصغار تضحك معاهم، تشوف الناس تسلم عليهم تبسم ليهم، تضحك مع هذا تذوق هذا. شويه تنوض ما باغا تهضر مع حتى شي واحد، تقدر شي حد يعيط لها كاع ما تجاوبوش، هي واش كاع راسها اش قال ليها. اتس مي، اتس مي. كتعيش واحد الحريه، كتعرفي انك كنتي راسك في واحد القفص. كيفاش كتوصل هادشي؟ بالمواجهه. اي حاجه كنتي كديرها مع دوك الناس، انا جاي نقول لك سيري ديريها لراسك. المره الاولى صراحه بعد ماشي كلشي لي زاكتيفيتي في الاول جاوني عادي، ولكن دي زاكتيفيتي جاتني البكيه. ديزاكتيفيتي ملي مشيت نديرهم راسي جاتني البكيه، تفكرت وقلت ناري كون كانوا معايا كون، ولكن راه غير المره الاولى. المره الثانيه كتكون مخيره، حيت ربي عارف خير فين كاين. بغيت نقول لك الا كنتي متعلقه بشي حد تعلقي بالله ماشي بهذاك الشخص، لانه اي حاجه جاتك مع هذاك الشخص ربي كاتبها لك بهذاك الشخص ولا بلا به. ولا بغيتي تفكي من التعلق به، اي حاجه كنتي كديريها معاه كتحسي فيها بلوجوا ديريها بلا ما تكوني مع هذاك الشخص. ما تبقاش متعلقه به تكتشفي انه هذاك الشخص عزيز ناقص انت اصلا فرحانه به ولا بلا به. وكما قلت لكم تردي انه ديك الاحساس حسيتي حيت الله كتب لك تحسيه. هذيك الماكله كليتها وديك البلاصه خرجتي ليها ولا حيت الله عطاها لك، والله غيزيدك وغيغني، وربي ما غيخليكش بوحدك الا رجعتي ليه. امبوسيبل ربي يخليك، امبوسيبل ربي يخليك، امبوسيبل ربي يخليك. لكن الا انت اختاريتي شي حد اخر يكون الرب ديالك، راه سيري ان لكم دينكم ولي دين. لان هنا خاصنا نفهموا المعنى ديال العباده، كيفاش تعبدي الله وكيفاش تقولي لا اله الا الله. معنيتها الله اللي الاسماء الحسنى تخصي بها الله، ما تخصي بها حتى شي واحد اخر. ملي تقولي الله الرزاق يعني اي رزق جاك نحطو بينه وبين الله. انا شخصيا شحال هادي كنقول لها شي وحده دارت معايا شي بلا مزيان، وهاد الانسانه مزيانه والله عمرها دار، وهاد الانسانه ظريفه. دابا لا، دابا انت مزيانه وظريفه والله عمرها دار، اي راك عزيز عليا، وانا راه انت راه مسيره، راه كون ربي ما كتبش لك تجيبي ديك حاجه ما كنتيش غتجيبها ليا، راه بالزمن انك كتجيبي داك الخير اللي درتيه فيا، راه بالزمن انك ديريه فيا، حيت ربي كتب لك ديريه فيا، حيت انت ما تقدريش تمشي ضد مشيئه الله. الله بغاك ديري فيا داك الخير راك درتي فيه، وانا مكتاب لي داك الشيء بك ولا بلا بك غادي ناخذه. اي بين قوسين راه غنقول الله يرحمه ديهم بصح، وبصح كنقول الانسان الله يعمرها دار كذا، ولكن ما كنتعلقش بها. لا هي ظريفه الله يعمرها دار هذيك الدريه، الله شي يقول لها الله شي حاجه سلعه، الله شي حاجه سلعه. المهم لا كنقول هاد المسيانه الله، هاد الانسان الله يعمرها دار مزيانه، شكرا ربي اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحاجه ديالي واخا تعرف تجيب ليا العدويه الا كانت فيها الخير ليا، حاجتك واخا عرف ربي يجيبها فوق ظهر عدوك. شي عدوك لما كيحملكش بالزمن ربي كتب لي يجيبك حاجه غيجيبها لك. دونك هنا كتردي الالوهيه لله. بزاف كيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وكيسحاب لهم غا هي تامن ان الله اللي خلقنا، وراه هي بزاف ديال الحوايج منها تامن الاسماء الحسنى راه ديال الله بوحده، الرزاق وهذا وهذا بوحده، والخير كاين في كل شيء، وامرك كله خير، وانه اي حاجه طرات راه حتى الله عطاها لك. اما الاسباب لا راه كاينه وفره في الاسباب. علاش؟ لان الله اللي كيدير الاسباب. واش الله غيساليو ليه الاسباب؟ ما غيساليوش. اي حاجه كاينه فيها وفره. علاش؟ حيت اي حاجه ربي اللي خلق. علاش؟ حيت الله عنده وفره في كل شيء. دونك اي حاجه فيها وفره. ما تبقايش تحبسي راسك في داك السجن، خرجي من داك السجن، خرجي من داك الحبس اللي دخلتي ليه براسك وشاده الباب ما مقفوش. انت اللي شاده في الجهه الاخرى، شاده في الحديد. الباب ما مقفولش، الباب محلول. خرجي، خرجي راه الله كيتسناك ترجعي ليه. كيقول لك انا اللي رزقتك ماشي داك فلان. الا داك فلان كنتي عايشه معاه في واحد السعاده وحسيتي بواحد الاحساس، وحسي به معايا انا ماشي مع داك الشخص. راه انا اللي عطيتك داك الاحساس، وداك الشخص اللي كان زوين راه انا اللي كتبت ليه يكون زوين. شحال من انسان كنعرفوه في حياتنا دابا تيكون زوين والله عمرها دار وكذا، وفجاه واحد النهار كيخرج منه شي حاجه ما عمرك تتوقعها تكون فيه. علاش؟ حيت نهار كان زوين ماشي حيت هو زوين، حيت الله كتب ليه يكون زوين معاك في داك النهار. حيت الله رزقك اللي بغى يجيبولك على ظهره هو.
ملي كتقول له مسكين الله يعمرها دار، راه بز منو يدير لك هذاك البلان. شي حد يصدق عليك بز منو، حيت ربي كتب ليه يمشي ويعطي دوك الفلوس لك. ايه والله يعمرها دار. فهمتوا؟ ملي كنقول بز منو راه ماشي كنعاير هذاك الشخص، راه بحال انا دابا ملي شي واحد كنعاونو راه بز مني، راه بلا لا يطري لي ربي كتب لي تكتبات باسبابها بطرقها انه انا نعطي لهذاك الشخص هذوك الفلوس. ولكن هذاك الشخص ملي كيبقى يقول لي شكرا انا في اختي فدوى شكرا، ما كنبغيش نبقى نسمع يقول لي ديك شكرا بزاف. شكون خويا راه ماشي انا راه الله، راه بز مني شي واخا كون ما بغيتش نعطيك بز مني غنعطيك حيت ربي كتبها. ما تبقاش تشكرني انا، شكر الله قول لي انا شكرا وحده وقول الله مليار. انا راه غا وحده، هذه هي الصواب. ما في الحقيقه راه ما خصكش تشكرني انا. وكذلك انا مع الناس، راه نقول لك انت شكرا وحده وغنقول لله لانفيني ديال الشكرا، حيت انت راك على سبب. كذلك في المشاعر الرزق كنقصد به كل شيء، كنقصد به الاهتمام، كنقصد به الحب، كنقصد به الرأفة، كنقصد به الود، كنقصد به الضحك. هذوك الناس كنتي تضحكي معاهم، ناس كنتي تقصري معاهم دوزي معاهم الوقت، حتى تقصري معاهم بحال لك المخيبه. انا واه تقصري معاهم شنو تقصري معاهم؟ تقصري معاهم زعما تضحكي معاهم اي ضحك. كنقصروا كارطه، كنلعبوا كارطه معنيه، كضحكي معاهم كا حيت الله كتبها مع دوك الناس. نهار كتبها مع ناس اخرين غيكتبها مع ناس اخرين، نهار كتبها لك مع راسك غتكون مع راسك. فالرفيق ديالك في الحياه هو الله، والتعلق ديالك يكون غير مع الله. مني كتفك التعلق ديالك بدوك الناس كيدخل الخير لحياتك، حيت ما يمكنش تبغي الله وربي يخليك ويلي. واش دابا الله تبغيه وتفضلي على الخلق كاملين ما يمكنش، مستحيل. فكما قلت لك خرجي التعلق من حياتك. مستحيل انك تبقاي عايشه وانت متعلقه بالناس، ومستحيل انك تعيشي سعيده وانت عايشه التعلق مع الناس. كيما مستحيل تلبسي شي حاجه كلاس واعره من شي باج من غير في باج ديال فتي واكلو اللي كنبيع هاد لي زاكسيسوار. الا عجبك هاد لي زاكسيسوار كما قلت لكم قرا قلتها في جوج فيديوهات قبل، هاد لي زاكسيسوار حيت كلهم مصورين في نفس الوقيته. كما انا راه كنصور 3 فيديوهات في النهار ولا جوج ولا. هاد الباك ب 99 درهم. ودخلوا لاباج غتلقاو بزاف ديال الباكات والاثمنه كاينين على التصويره ديال كل حاجه. الا عجبتكم شي حاجه سكرينيوها وصيفطوا لي في واتساب. anyways هادشي اللي كان فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا، استمتعت بالهضره معاكم. وهادشي اللي كان فيديو اليوم بغيت نقول لكم هو انكم حيدوا منكم التعلق. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. قولي تحت في كومنتار عجبكم ندير الفيديو الجاي، ديروا لايك للفيديو، ديروا ليه شير، بارطاجيوه مع الناس اللي كتشوفوا انهم محتاجين يسمعوا هاد الهضره، وديروا ابوني باش من نحط فيديو اخر تشوفوا فيه. هادشي اللي كان فيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر.